يا ترى ايه اسباب رحيل سيد عبد الحفيظ؟ يا ترى حد مشى سيد عبد الحفيظ؟ طب ده هيأثر على الاهلي؟ هل الاهلي هيتهز؟ قبل اي حاجه اعمل لايك واشتراك في القناه. سيد عبد الحفيظ كون ان هو يمشي في التوقيت ده ملوش غير تفسير من اتنين: يا في حاجه خفيه حصلت، او اداؤه مثلا مش عاجب الخطيب، ولو ان دي يتشك فيها، بس يمكن في كام مشكله داخليه حصلت ولا حاجه يمكن. او لا، هو بس مجرد ان الاهلي عاوز يستغل وجود سيد عبد الحفيظ في حته تانية. لو مشينا على تاني اقتراح ان هو سيد عبد الحفيظ هيتحط في حته تانية، الايام اللي هتثبت هنشوف سيد عبد الحفيظ هيشتغل ايه. هيشتغل في القناه، او مش هيشتغل خالص وهيدور على قناه تانية مش قناه الاهلي مثلا. ده اصلا لو حد رضي، يعني لان طبعا سيد عبد الحفيظ بيحب يتكلم براحته. لو كده يبقى هو في بقى تقصير، او الاهلي عايز يعمل حاجه تانية وشايف سيد عبد الحفيظ مش مناسب، ولو ان برضو ده ما يخشش الدماغ، راجل محقق نجاحات. لو اشتغل في شركه الكوره وفي لجنه التخطيط، يبقى اظن ان الخطيب بيعمل حساب ان هو هيمشي من مجلس الاداره. دي اخر دوره ليه، وبالتالي المفروض ان الخطيب هو اللينك اللي ما بين شركه الكوره ومجلس الاداره. وطالما الخطيب بعد سنه سنتين هيمشي من مجلس الاداره، اللي هيجي مكانه بقى في مجلس الإدارة مين؟ ما نقدرش نقول مثلا إن حسام غالي هيمسك، استحالة. هيمسك مين؟ العمري فاروق، خالد مرتجي، أو هتحصل انتخابات في الأهلي وترشح ناس تانية. بس مين نجم الكورة اللي هيمسك مجلس الإدارة؟ ولازم يكون من المجلس ده، لأن محدش يقول لي مثلا إيه، ما طاهر أبو زيد ممكن ينزل. ما طاهر أبو زيد ما إحنا عارفين إن هو مش ستايل الاهلاويه، والاهلاويه ما بيحبوش، ومش جمهور الاهلي بيحبه يعني، ولا حتى ماشي في سكه صالح سليم، حسن حمدي، الخطيب، مش السكه دي. اذا ممكن يكون ان الاهلي هيتسيطر عليه من شركه الكوره. يجوز الخطيب بعد كده هو اللي هيبقى رئيس شركه الكوره، ويجوز ان الكفاءات بتاعه الكوره هتبقى بقى سيد عبد الحفيظ، حسام غالي، عادل القيعي، الخطيب، كل دول هو اللي هيهتموا بالكوره، ومجلس الاداره هيهتم ببقيه الالعاب وبقيه الانشطه التانيه. وبالتالي هم دول هيركزوا بس مع الكوره. وبالتالي الاهلي بقى عمال بيخلق في كوادر، او عاوز يعني يعلي في منصب سيد عبد الحفيظ ومحتاجه في حاجات تانية اهم من حكايه منصب مدير الكوره. لكن ما اعتقدش ان في حاجه وحشه حصلت من سيد عبد الحفيظ تخلي الاهلي يمشيه، لان كمان سيد عبد الحفيظ بقى ملم بكل حاجه، وعنده علاقات كويسه جدا باللعيبه، وعنده مرونه، وهو بصراحه ستايل تاني مختلف عن ثابت البطل. يعني ثابت البطل الاهلاويه كانوا بيقولوا عليه ان هو اعظم مدير كوره جه في النادي الاهلي والكلام ده كله. لا، ثابت البطل كان ناشف قوي، وكان خشن قوي، ما عندوش مرونه، وكان ساعات بيطقش كده، ويعني الله يرحمه. بس مثلا يعني لو خلاص يعني حط حد في دماغه، يعني حصل اكيد مشاكل. يعني تاني حصل مشاكل بين ثابت البطل وبين احمد شوبير، وحصل مشاكل بين ثابت البطل وحسام حسن وابراهيم حسن. فمع كامل الاحترام طبعا لثابت البطل، يعني اسطوره اهلاويه وكل كده، بس يعني ما اعتقدش ان سيد عبد الحفيظ حتى ستايله زي ثابت البطل. سيد عبد الحفيظ ستايل مختلف تماما، وكان ناجح، وبعدين خد بطولات كتيره، وراجل متفاهم مع كولر ومتفاهم مع اللعيبه. النقطه الثانيه بقى هو تعيين خالد بيبو ان هو يكون في منصب مدير الكوره. هل خالد بيبو المنصب ده مناسب ليه؟ يعني خالد بيبو كان مدير اكاديميات، خالد بيبو كان مدير قطاع ناشئين، كل ده تحت السيطره، كل ده بيتعامل مع ناس صغيره. لكن خالد بيبو هو نجم كبير طبعا، ومعروف ومشهور وليه تقل وكل حاجه. بس اول مره يتعامل مع الحكايه دي. هل شخصيه خالد بيبو زي شخصيه سيد عبد الحفيظ؟ اه، سيد عبد الحفيظ ما كانش من اللعيبه اللي هي اللي عندها شخصيه قويه وصارمه، زي مثلا بنقول مثلا حسام غالي، زي وائل جمعه، زي مثلا ثابت البطل الله يرحمه. لكن كان عنده ذكاء. ما بشككش في ذكاء خالد بيبو، بس طب بلاش. خالد بيبو ممكن يكتسب الخبرات دي بعد سنه اتنين تلاته. طب السنه اتنين تلاته دول هيحصل فيهم خسائر؟ دلوقتي عندك نجوم كتيره، لازم النجوم دي تسيطر عليها. واحنا شايفين كولر اصلا، يعني انا بشوف كولر شخصيته مش قويه، يعني محتاج حد يسند معاه. طب خالد بيبو بقى هو ده الشخصيه القويه اللي هتسيطر على غرفه الملابس؟ يعني مش هتكلم في التجديد والحاجات دي، ممكن التجديد دي برضه شركه الكوره، امير توفيق، الخطيب، سيد عبد الحفيظ، ما علينا من التجديد. لكن السيطره على اللعيبه، طب بلاش خالد بيبو.
سافر مع الاهلي افريقيا وكل حاجه، بس سيد خلاص برضو، سيد جاب افريقيا من اولها لاخرها، وعارف بيحصل ايه مع الوداد، وبيحصل ايه مع الرجاء، وبيحصل ايه مع الترجي، وبيحصل ايه مع سان داونز وكده. يعني خبرات سيد الافريقيه دي كبيره. يعني مثلا موضوع الصفاره او الصفافير اللي كانت الفكره اللي اي نعم الفكره قالها مشجع اهلاوي، بس سيد عبد الحفيظ هو اللي كان اللينك، ويعني بيفكر خارج الصندوق وكده. كل ده يعني معرض لان الاهلي يعني يحصل له هزه. طب ليه واحنا داخلين على يعني بطولة سوبر افريقي وداخلين على يعني كاس عالم الاندية والدنيا حلوة وكسبين كل حاجة؟ ليه ده ممكن يعمل هزة؟ طب الدكتور لما اتغير قلنا معلش، يمكن ده دكتور برضو الماني وبيتكلم الماني وكان عايش في المانيا ويتماشى مع كولر ومع المترجم اللي هو الجوادي برضو راجل كان عايش في المانيا، اوكي. وممكن الدكتور مصري الماني، يعني برضو الاهلي بدأ على ايه سكة ان الدكتور يبقى محترف، فقلنا اوكي تمام. لكن سيد عبد الحفيظ ليه؟ ليه؟ اللعيبه خلاص اتعودت عليه وفاهماه وعارفاه يعني. انا شايف ان كانش يتغير سيد عبد الحفيظ الا لو في حاجه شديده، الا لو هو اخطا خطا شديد، او انا محتاجه في منصب تاني مهم جدا ما اقدرش استغنى عنه. لان طبعا مدير الكوره مش هيفضل طول عمره سيد عبد الحفيظ، يعني لازم طبعا نخلق اجيال وكده. بس خالد بيبو ما اعتقدش ان هو لسه عنده المهارات دي وعنده الكفاءه ان هو يعمل كده. يعني في ربط مثلا ما بين حد اتشال هناك فسيد اتشال من هنا. طب هو سيد اصلا ما كانش نظير للحد التاني دوت ولا حاجه يعني. سيد كده كده دوره مع اللعيبه. فحاجه غريبه جدا، ومش عارف، حاسس ان دي ممكن تاثر على الاهلي وتعمل هزه في الاهلي، وده مش مطلوب. ده مش مطلوب خالص. يعني انت بتحاول انك انت طالما انت ناجح ما تغيرش. يعني طالما انت ناجح والدنيا ماشيه ما تغيرش. ليه تغير وتلعب في حاجه؟ طب ما هو بالطريقه دي بقى احنا ممكن نقول بقى ايه، يلا ما نغير كولر كمان، يلا بالمره نغير المترجم، ما المترجم ناجح نغيره. الا بقى هي برضه هنرجع تاني ان لو في حاجه خلاص بقى بيني لو عرفت. ما حدش يعني في الاهلي طبعا، يعني ما حدش يعني في الاهلي يقول ان احنا عندنا غلطه او سيد كان عنده غلطه او كده، مش هيتقال. فبالتالي احنا نفضل محتارين. طبعا الاهلاويه هينقسموا نصين. هو نص اللي هو بيحب يساند ويأيد ويدعم، والاداره تشوف اللي تشوفه وتعمل اللي تعمله، واحنا مع الاداره قلبا وقالبا، وده جزء حلو ولا بأس به يعني من جمهور النادي الاهلي. وفي نفس الوقت جزء محترم جدا لان هو بيأيد القرار بتاع الاداره. وفي جزء تاني بيبقى مثلا شايف ان هو طب لا، ليه؟ ما طالما مفيش اسباب يبقى انا من حقي ان انا اقول لا مش موافق على ده، مش صح. لان طبعا الاداره مش ملايكه، الاداره ممكن تغلط. يعني احنا مش بننتقد لمجرد النقد، لكن لازم يبقى في سبب وجيه. وطبعا الاهلي بتكتمه وتحويطه ما بيديكش السبب الوجيه. طبعا في الاخر هنقول ان هم الاداره وهم اللي بيتحاسبوا، وهم لما بيحصل نجاحات هم اللي بيبقوا يعني ربنا بيسببوا فيهم، او بتحصل اخفاقات بنشاور لهم. بس احنا مش عاوزين يحصل اخفاقات، مش عاوزين اصلا الاهلي يتاثر ولا يتهز. لكن عموما يعني الايام هتبين اذا كان في حاجه ولا لا. زي ما قلت، لو سيد عبد الحفيظ ما اشتغلش في الاهلي خالص يبقى ممكن تكون احتمال كبير ان هو ماشي يعني زعلان او حصل حاجه منه. لكن لو اشتغل في لجنه التخطيط او اشتغل في شركه كوره، يبقى ممكن يكون هو الاهلي فعلا محتاج كوادر، ومحتاج ان هو يعلي سيد عبد الحفيظ. لان احنا لازم من وجود لعيبه كوره تكون تقلدت مناصب كبيره عشان تترشح ان هي تبقى رئيس شركة كورة في يوم من الايام، او يبقى رئيس مجلس إدارة في يوم من الايام. زي ما الخطيب حصل وكان في الاول عضو مجلس إدارة، ثم بعد كده بقى امين صندوق، ثم بعد كده بقى نائب رئيس، ثم بعد كده بقى رئيس للاهلي. لو بتسمعوا لي لحد هنا انتوا احسن جمهور لاحسن نادي. اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.